السلام. من بعد التعادل مع كرواتيا وربحنا بلجيكا وكندا، الحمد لله دزنا حنا الاول هذه المجموعه ديالنا، وغير هذه بوحدها راه شي حاجه اللي واعره وماشي سهله. بزاف ديال المحللين قبل ما يبدا المونديال كانوا كيقولوا ان المجموعه ديالنا هي مجموعه الموت، والا قدر المغرب يتاهل منها داك التاهل غادي يكون بمثابه معجزه، ومن طبيعه الحال غادي يدوز هو الثاني. هادشي ديال الحسابات والتوقعات واللوجيسيالات ديال الستاتيستيكس كيدير خدمه مزيانه انك تدرس كيفيه اللعب وتشوف المنتخب الاخر كيفاش كيتلعب، تحسب لراسك ودير التوقعات، ولكن الخدمه والثقه في النفس واحترام الذات كيخلي ان ماشي دائما داكشي اللي فات هو نفسه غادي يولي يوقع. ماشي كنتي فاشل وغير كتخربق ودائما كتحلم انك غير توصل للمونديال صافي هذا هو الحلم بالنسبه لك، لا. الا عرفتي القوه ديالك وعرفتي نقاط الضعف وخدمتي على الامكانيات اللي عندك وامنتي براسك وما احتقرتيش راسك ومشيش ان الاخر دائما غادي يكون احسن منك، غتقدر تفوت الحدود وتمشي بعيد وغتصدم الناس باللي انت واعر غير انما هو كانوا حاقرينك. المنتخب المغربي بين الحداقه ديالو، واللاعبين ديالنا بينوا الفراقي ديالهم الانديه مع من كيلعبوا انهم كيستحقوا يلعبوا اساسيين، عندهم الماده الخام، عندهم بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يبينوها وبامكانهم انهم يلعبوا في نيفو عالي، وان شاء الله هاد كاس العالم يدخل بالخير على اللعابه ديالنا، وفي الميركاتو الجاي يمشيو لاحسن انديه العالم، انديه تحترمهم وتعطيهم الاحترام والتقدير على قدر الموهبه ديالهم لانهم كيستحقوه. دابا حنا تاهلنا الحمد لله، ومن بعد واش غنبقاو عاطينا غير الفرحه والزهو والنشاط ونسمحوا في القرايه والخدمه حيت حنا فرحانين؟ من حقنا نفرحوا، ولكن الحياه كتكمل. قرايتي مهمه حيت هي اللي غتعمر لي الراس وهي اللي غتعاوني باش نبني اجزاء كبيره من شخصيتي وما يمكنش نسمح فيها او نوقفها غير حقا انا فرحان. والا كنت خدام هذيك الخدمه اللي كندير راه كتقضي للناس المصالح ديالهم. واحد صاحبي مشى هذا الصباح للمقاطعه بغى يقضي شي اغراض، ما لقى حتى واحد. منين سول العساس قال له راهم ما جاوش هذا الصباح، كلشي فرحان وناشط. الفرحه زوينه ولكن ماشي لهذه الدرجه. في النهايه هذه راه غير كره، والا كنا حاليا مكلاسيين في 16 احسن منتخب في العالم راه حنا مكلاسيين 123 في مؤشر التنميه البشريه. دونك عندنا بزاف د الخدمه كتسنانا باش هكا نخليو البشر ديال هذه البلاد يعيش التنميه ديال بصح. وكيف ما حنا مكلاسيين رقم 16 في العالم في الكره، ما كرهناش عاوتاني نكونوا مكلاسيين 16 حتى في التنميه البشريه. وشنو دابا زعما ما نفرحوش بالكره؟ لا بالعكس، انا مع فكره ان الانسان خاصو يستغل اي مناسبه زوينه باش يفرح ويخوي الضغوطات السلبيه اللي عنده لداخل، باش هكا كيخففوا علينا عظامنا وكنعيشوا حياتنا احسن. الحياه ماشيه، عندنا بزاف ديال الضغوطات، بزاف ديال المشاكل، الا بقينا تابعينها ومعاندينها غنبقاو غير مأزمين. دونك مره كتجي شي مناسبه، شي فرحه، شي حاجه كنستغلوها باش نفاجئوا على راسنا وباش عاوتاني نشدوا الريتم ونكملوا حياتنا بطريقه مزيانه، ولكن عاوتاني ما نزيدوش فيه وما نبالغوش اكثر من القياس. راه كاين اللي سال الماتش المنتخب وخرج هو فرحان في الزنقه وبات في الزنقه وهو فرحان وكينقز وناشط، ماشي لهاد الدرجه. اصلا راه كاين البرد احسن عوان هذا الجسم هذا اللي غيبات في الزنقه في السمره حقا راني فرحان. نخليو هاد الجهد الماتشات الجايه ونحلموا ان هذا المونديال يكون مونديال استثنائي بالنسبه للمغرب، ما يوقفش غير في الدور الثاني، لا بغينا نمشيو بعيد. دونك نفرحوا شويه ونخليو شويه الماتشات الجايه، ومن ناحيه اخرى ماشي عاوتاني نفرحوا بزاف ونبلوكيو القرايه والخدمه ونخليو مصالح الناس معلقه ومصالحنا حتى حنا، قرايتنا وداكشي اللي كيهمنا حتى هو معلق، كلشي يوقف حيت حنا فرحانين. في النهايه راه غير كره، الجلده معمره بالهواء، فيها الارباح، فيها الزبابل ديال الفلوس، ولكن راه ماشي كلنا كنربحوا وكنستافدوا من هذه الفلوس. زيد عليها شي واحد مساله مهمه بزاف، وهي الميساج اللي بغيت نهضر عليه في هذا الفيديو، كنتمنى انه يوصل لاكبر عدد ديال الناس. هذه الفرحه اللي كاينه دابا مع المنتخب فرحه زوينه. شحال من عائله كانوا مفرقين مشتين وجمعتهم الكره، تجمعوا تلاقاو هضروا نشطوا فرحوا مجموعين. شحال من اب كان مخاصم مع ولده وجات هذه المناسبه هضروا مع بعضياتهم وتفقسوا مع المنتخب فرحوا معاه ورجعت المياه لمجاريها. شحال ديال صحابنا هذه مده ما هضرناش معاهم وجات هذه المناسبه تفكرناهم وتفكرونا، وشخصيا وقع لي هذا الشيء. شي ناس كنعرفهم هذه مده ما تواصلناش، الدنيا كتسرقنا من بعضياتنا، وبسبب الفرحه والنشاط والسطوريات وداك الشيء كامل اللي حطيناه هضرنا ولا رجع الكونتاكت. وهرمونات الفرحه كتحيي فينا بزاف ديال الحوايج زوينه وكتمشي للذاكره ديالنا، كتقلب على الاحداث، على الوقائع، على القصص، على الناس اللي دوزنا معاهم وقيتات زوينه شحال هذه. هرمونات الفرحه كتحيي هذا الشيء كامل، كترجعهم للصوره وكتخلينا نقلبوا عليهم ونسولوا فيهم باش نتقاسموا معاهم هذه اللحظات الزوينه. ومتاكد انه شي رجال كانوا ديجا مخاصمين مع عيالاتهم وبسبب هذه الفرحه اللي كاينه دابا رجعوا تصالحوا وان شاء الله يجيبوا لنا وليدات جداد. ولا كنتي انت اللي كتهضر معايا او انت وقع لكم بحال هكا بانوا عندي في التعليقات. الدماغ ديالنا فاش كينشط، فاش كتوقع شي حاجه اللي كتفرحوا كيبدا يصاوب هرمونات الفرحه بكميات كبيره، وهذا الشيء اللي كيخلي الانسان باغي يخدم، باغي يقرا، باغي يدير حوايج بزاف واعره، كيتزاد الحماس والطموح وكيبغي الانسان يدير بزاف الحوايج الواعره في حياته. دونك انا بالنسبه لي احسن حاجه ممكن نديروها في هذه الوقيته هذه هي اننا نستغلوا الفرحه مع المنتخب في الخير لينا. ما خاصش هذه الفرحه تضيع غير هكاك وما نستغلوهاش، خاص نستغلوها في شي حوايج اللي فيها الخير لينا والناس اللي قرابين منا، وهذا هو الاستثمار الحقيقي. كتجي الفرصه ما خصهاش تمشي غير هكاك،
خاص نبروفيتيو ما امكن. الفرحه كتعطي الحافز، كتعطي الرغبه، وكتخفف الضغوطات، وكتخلي الانسان مرتاح، وكتخلي الجو العام زوين. البيئه مزيانه باش ان الانسان يعطي ويبدع، حيت كنشوف انا راسي مرتاح فرحان وحتى الناس فرحانين. دونك لينيرجي نيجاتيف السلبيه بشكل عام كتنقص بزاف. وهذا هو احسن جو باش الانسان يخدم ويعطي الجهد كامل اللي عنده باش يطور راسو، يصلح حياته، يخدم على العيوب ديالو. وفي نفس الوقت الا كانت علاقاتنا مع الناس كانوا ديجا فيها شي مشاكل وجات هذه المناسبه هذه وتصلحت شي شويه، خاص هذه العلاقات ما تضيعش، تبنى على الصح. الا كان شي كونتاكت مقطوع، الا كانت شي علاقه مع العائله مع الصحاب، شي حاجه ماشي هي هذه المناسبه فين تصلح، كاينه الفرحه، كاين الجو مزيان، كاين الخير، دونك نبنيو عليه خير كبير. واهم علاقه اللي ما خاصهاش تضيع صراحه هي العلاقه ديالنا مع والدينا. الا كان شي خلل، شي حاجه ماشي هي هذيك، صلح صاحبي علاقتك مع والديك يا اختاه. هذه هي المناسبه. وحتى نتوما الاباء الا كنتوا كتفرجوا فيا، حيوا علاقتكم مع اولادكم، قويوها اكثر، عطيوها ابعاد جديده، حيت اكثر علاقه نورمالمون هي علاقه قويه كتجمعكم قرابه ديال العاطفه وقرابه ديال الدم. احسن واحد ممكن نبغيوه انه يكون احسن منا هو ولدنا، وبالتالي انا كولد غنشوف والديا انه مصدر الخير بالنسبه لي، والاباء عاوتاني والامهات حتى هما يصلحوا علاقتهم مع اولادهم. وهذه العلاقه هذه ان شاء الله معها غادي يجي خير واحد اخر، حيت الاجواء والنفوس كتكون مرتاحه وزوينه. والا كان وقع لك شي مشكل مع شي واحد وتخاصمتوا، الانسان مع الوقت كينضج، كيتبدل، كيتعلم بزاف الحوايج. الا كنتي تخاصمتي مع شي واحد، جرب تصالح معاه دابا، استغل هذه المناسبه هذه وبدا معاه صفحه جديده، وكنأكد لك انك غتلقى انسان واحد اخر، انسان احسن من هذاك اللي خليتيه فاش تخاصمتي معاه اخر مره. في النهايه كل ما كانت علاقاتنا مع الناس اللي قرابين منه علاقات مزيانه مريحه، حنا كنرتاحوا نفسيا، وهذا الشيء كيسهل لنا بزاف الامور، كيولي دماغنا مرتاح، دونك قادر يبدع، قادر يعطي اكثر، والحياه كتولي احسن. والله لا يحرم شي واحد من راحه البال. واخا هي غير كره جلده منفوخه بالهواء، ولكن تقدر تبدل فينا بزاف د الحوايج، وتقدر تخلق لنا قصص زوينه مع ناس كنبغيوهم او عاد غنبغيوهم. وبما انها غتبدلنا وغدير الفرق في حياتنا، فنخليو ان هذا الفرق وهذا التغيير اللي غادي يكون تغيير نحو الاحسن. نستغلوا الفرص اللي كتجينا احسن استغلال، وما تقوليش ما عرفتش او ما قدرتش او ما بغيتش، غير دير بوجهي وشوف كيفاش الله يحفظك. بغيتكم تهبطوا للتعليقات وتقولوا لي شنو هما الحوايج الزوينه اللي وقعت من بعد الفوز والتاهل ديال المنتخب، سواء وقعت لكم نتوما او الناس اللي كتعرفوهم. عاونونا نشروا الخير، نشروا قصص زوينه، نشروا الايجابيه بين الناس. نتلاقاو في التعليقات، عندنا بزاف ما نقولوا، عندنا قصص نعاودوها، عندنا تفاعلات زوينه خاص نديروها. واحد المساله مهمه بزاف كنتمنى انكم تاخذوها بعين الاعتبار، هي ان الصفحه لاباج فيسبوك عندها او كتعاني من ضغط كبير بزاف من عند الاداره ديال فيسبوك. والسبب هو واحد البوست، واحد المنشور صغير كنت حطيته هذه تقريبا عامين او اكثر، كان كيهضر على فلسطين، هما ما عجبهمش الحال وقال لك هادشي هذا كيخالف السياسات ديالنا. دونك هادشي خلاهم يطيحوا التفاعل في لاباج فيسبوك. ولاحظت واحد القضيه، انهم كينقصوا العدد ديال المتابعين، وفاش كندخل كيطلع لي ميساج كيهددوني باللي الصفحه ممكن طير في مره. دونك الا وصلك هذا الفيديو هذا او اي حاجه ديال هاد لاباج فيسبوك، تفاعل معها، تفاعل باي طريقه ممكنه، ما كاينش مشكل. انا اللي بغيت هو انه نبين للناس ديال فيسبوك بلي هاد لاباج عندها تاثير وعندها متابعين كيدخلوا لها وكيهتموا بها. واعتقد انه حشومه طير بهذه البساطه هذه، والمجهود ديال سنوات يمشي في لحظه. كنتمنى انه ما يوقعش هادشي هذا، وان الباج ترجع كيف ما كانت واحسن ان شاء الله. وبيكم غيكون هادشي هذا. تحياتي، نهاركم مبروك.